تفتكر امتى اول مره استخدمنا البلوتوث كتقنيه في تليفوناتنا؟ ده الفيديو الرابع من سلسله الحنين للماضي اللي بنتكلم فيها عن التكنولوجيا اول ما بدات. سنه 2001 كانت اول تجربه حقيقيه للبلوتوث في تليفون نقدر نستخدمه، وكان تليفون الإريكسون T39. بس ده فعليا ما كانش اول تليفون يجي بتقنيه البلوتوث، لان جه قبليه الإريكسون T36 وكان نازل سنه 2000، بس ده ما نزلش السوق فما اقدرش احطه كاول تليفون. انا بعتمد التليفون اللي استخدمناه وفعلا اتجرب، عشان كده كان الإريكسون T39 اول تليفون يجي بتقنيه البلوتوث فعليا، وتقدر تستخدمها وتستخدم سماعات وايرلس او تربط الجهاز بتاعك الكمبيوتر بالتليفون بتاعك. ودي كانت ثوره. هتقولي بس هو كان ايامها في بلوتوث اساسا في الاجهزه او كده؟ هقول لك بس ما كانتش عندنا او متاحه في منطقتنا العربيه بالشكل ده، وصلت متاخر شويه، بس كانت موجوده في دول اوروبا وامريكا. كانت ثوره، وتركب عليه سماعات من غير سلك، سماعات وايرلس. كان ده الانجاز الحقيقي للتليفون ده، او انك تربطه على الكمبيوتر بتاعك من غير سلك. وكان ده بدايه عصر جديد للتليفونات، وكان بدايه وصلتنا النهارده ان بقى بدل ما كان في بلوتوث بس، بقى في واي فاي، بقى في NFC، بقت الدنيا كلها عباره عن وايرلس. فشوف بدات ازاي التقنيه، وشوف وصلت بينا لفين. وبس كده، ما تنساش تقول لنا في الكومنتات كانت امتى اول مره تبعت فيها حاجه بلوتوث وكانت ايه. وبس كده، كان معاكم حازم تيك فيو. ما تنساش تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب. سلام.